لكم اخوان، من بعد 15 يوم من الشتاء الغزيره الخوت، كما كنتو كتشوفوا معنا الحمد لله راه كانت امطار الخير، اللهم بارك لنا ولكم. اليوم قررنا مع طلوع هاد شويه الشمس قررنا نخرجوا لواحد الرحله الصيد ان شاء الله، وكنتمنوا هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم الخوت، اللهم يسر لنا ولكم. اليوم كاينه واحد الرحلة الصيد الخوت، لاش نولعوكم معنا هادشي اللي كاين الخوت، لان ما كانت امطار ديال الخير الحمد لله، كانت امطار ديال الخير وغزيره الخوت. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معنا جبنا معنا الخوت طائر العوسق، وجبنا معنا رمضان ريزيرفا الخوت كما كتشوفوا معنا تبارك الرحمن. هاو اليوم غادي يرافقنا في رحله الصيد، وتعطلنا عليكم فيديوهات الخوت بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واخا حنا جينا في الساعه معطله ولكن مع الخوت يلاه ضربت الشميشه، وتقريبا المده ديال شي 17 يوم والشتا تبارك الله طايحه، شي كان جور ولا 17 يوم تبارك الرحمن. والحمد لله على هذه النعمه هذه، جزاكم الله كل الخير الخوت. وعندنا طويرات زوينين ان شاء الله جايبينهم معنا، جايبين معنا شي طويرات ديال الخدمه ان شاء الله، دابا نوريهم لكم الخوت. بيس ان لوف، تحياتي لكم. يلا سلم لي على الدراري، طلع بلاصتك بلاصتك، ماك ما كتسمعش الهضره. سلم لي على الدراري، الدراري سلم لي عليهم. سلم ليش على الدراري، هدر هدر اصاحبي، غنطلقك تمشي بحالك. اجي لنا هايدا. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لكم. اليوم الخوت خارجين انا وطائر العوسق الخوت لرحله الصيد ان شاء الله. اجي طلع لبلاصتك، طلع لبلاصتك، طلع لبلاصتك. هايدا خلينا نهضروا مع الناس. اخوان تحياتي لكم. اليوم كاينه واحد الرحله الصيد انا وطائر العوسق، لان ما الخوت 15 يوم والشتاء كانت كطيح الخوت بغزاره تبارك الله، واحد الخير ديال الله، اللهم يسر لنا ولكم ولجميع المسلمين. وسمحوا لنا الخوت كنتعطلوا عليكم، لكن ما كاينه ظروف الخوت وانتم كتعرفوا، امطار الخير الحمد لله. شاهدوا معايا الخوت، انتم الجبال هي اللي كتعطينا الدليل لان ما امطار الخير كانت هنا، اللهم بارك الخوت. لاحظوا معايا، شوف 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 الارض شقت اخوتي عيب الشتاء. هنا الخوت كيف ما كتشوفوا وصلت، ولكنما القفيفه ديالي البيضاء اللي مور الصقيره الخوت او مور العوسق راه فيها 3 ديال الطويرات الخوت اللي كنخدم بهم في الصيد، بما فيهم اول طير هو السمان الهجين السمان، والطيور الاخرين الخوت راه غنيين عن التعريف وراه معروفين ديما كيرافقوني في رحله الصيد. لكنما الخوت ما قدرتش نحط الدوزان اليوم، علاش؟ بان لي الجو تخربق الخوت. لاحظوا معايا قبيله كانت الشمس، شوفوا في هذه الجهه هذه غيبان لكم الشمس والسماء صافيه، ولكنما العكس صحيح. ملي كنرجع للجهه الاخرى عاود نصور في الجهه الاخرى كيبان لي الغياب، وهذا هو العامل اللي ما خلانيش نبدا. وواحد العقل كيقول لي بدا ودير النصبه ديالك وريقل المسائل ديالك الخوت، وهادشي اللي كاين ان شاء الله. خليكم معنا، غادي نديروا النصيبه ديالنا وغادي نشوفوا وغنلعبوا الزهر ان شاء الله. وما ربما راه كنظن انا يقدر طيح الشتا في ايتها لحظه. هادشي اللي كاين، وكتشوفوا معنا الخوت المضيل عندي. الا راقبتوا معايا الخوت الجو تبدل، ما بقاش بحال قبيله كانت السما صافيه والحمد لله، ودابا الخوت ولا جا الغيام، وكنظن الشتا غادا طيح في ايتها لحظه. وكنقول واش ندير النصبه ديالي ولا ما نديرهاش الخوت؟ ما عندناش شي مشكل حنا طيح علينا الشتا، ولكنما عندنا مشكل اللي يفسق لنا التليفونات والكاميرا الخوت، هذا هو اللي خايفين منه. وكما كتشوفوا معنا الجو راه تبدل مره، والشتاء بدات كتعلم الخوت، لان ما هذا الجو ملي كتشوفوا انت بحال هكا السماء ولات كحله والغيام اسود، يعني مليون في المية غادا طيح الشتا. 17 يوم ديال الامطار الغزيره، هذا النهار الوحيد اللي طلعت فيه الشمس جوج سوايع الشمس طلعت فيه، الساعه اللي طلعت فيه الشمس والساعه اللي خرجت فيها انا لرحله الصيد. دابا كما كتشوفوا بديت عمليه النصب، واخا الشتاء بدات كتسلم عليا الخوت وكتقول لي جمع الراحل ديالك وسير بحالك، بدات كتنقط. لاش كتشوفوني مره كنشوف انا الخوت؟ راه كاينه واحد البليبل اللي يلاه جابوا لي واحد الصديق ديالي. هادشي اللي كاين هنا الخوت هاجين الحسون طائر الميستو، يعني غادي نديرو تحت الشجره في القنت الاخر. شني بالكم الخوت؟ واش نجمعوا الراحل نمشيو ولا نكملوا؟ المهم نديرو هاد القفيز تحت هاد الشجره هادي ونبداو الخوت نقادو في النصبه ديالنا والعليقه ديالنا ان شاء الله، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما طيحش علينا الشتا حتى نساليو
الخدمه ديالنا ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، تبعوا معايا الفيديو. تبارك الرحمن الخوت. وباقا الشتا كطيح الخوت. راه خرجنا اليوم باش نديرو لكم شي فيديو ديال الصيد يكون حصري، صيد الصقور، ولكن ما الخوت قدر الله ما شاء فعل. حصلنا في هاد الطبيعه هادي وغير الشتا. وتبارك الرحمن الخوت، كاين الشتا ورحمه الله. لاحظوا معايا الصديق ديالي كيفاش رجع. شوف شوف، تريش 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 تريش. الله الا تريش الخوت. تحياتي لكم، اللهم يسر ولا تعسر. الفيديو القادم ان شاء الله انتظرونا. وإلا راقبتوا معنا الخوت راه فين داير النصبه. شوفوا معايا راه فين داير النصبه الخوت. كيبان لكم طاير تما وطاير لهيه هذيك الزيتونه تما داير النصبه الخوت. ها عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم الخوت. خرجنا باش نصيدوا اليوم، لكن ما الخوت كنتفاجئوا بواحد الامطار غزيره، اللهم بارك الخوت. كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي الامطار الحمد لله. وهادو امطار الخير الخوت، تبارك الرحمن، اللهم بارك. والعشير ديالي الخوت ها راه فزك. ها فزك ولا ما فزكش الخوت؟ راه نشوفوه. ناري فزك 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 فزك. هذه السمانه الخوت حتى هي حصلت معنا في الشتا، والحمد لله الخوت. ما عندنا ما نديرو. نتوما كتعرفوا 15 يوم الخوت والشتا كطيح، يعني اكثر من 15 يوم، اكثر من كان الجوره الخوت والشتا كطيح. وتوحشنا الخريجات ديال الصيد نتوما كتعرفوا. واليوم قلت غادي نخرج وغادي نهبط معايا المايسترو والسمانه الخوت، ونهبط واحد البليبل الخوت باش تكون الولاعه زينه. وهبطت معايا حتى الصقير ديالنا الخوت، حتى العوسق او بوميره. كما كتشوفوا الخوت تبدل علينا الجو، طاحت علينا الشتا بزاف الخوت. هنايا فزقنا الصراحه، الله فزقنا. ان شاء الله غادي تشوفوا معنا الدنيا كيفاش دايره الخوت هنا، تبارك الرحمن. ها هي الخوت، شوفوا معنا. يلا دابا عاود ولا طلعت واحد الشميشه من بعد الشتا صحيحه تبارك الله الخوت. ودابا الخوت راه تقريبا 3 و17 دقيقه الخوت، اللهم بارك. حنا في هذه المنطقه هذه الحمد لله معروفه عندنا هذه المنطقه هذه في الشمال. فيها الصيد مزيان الخوت، فيها طويرات في المستوى. الا لاحظتوا معايا هنا الخوت غادي يبان لكم واحد المنظر في الجهه الاخرى، راه هي فهمتيني، واحد المنظر راه هو الخوت. غيبان لكم واحد الكفيفه تما كاينه حدا واحد الشجيره، تما كنت داير النصيبه ديالي. ولكن ما الخوت ها المضيل فينا هو لا بان لكم. ها